هذه وما تكلمتش عليها بأداة الشرط. لم أقل أنه هناك إمكانية، قلت بأنه هناك أمور يتم التحضير لها، وهذا ما قلته في البث اللي كان قبل ما تبدأ الاحتجاجات في المغرب. لهذا أردت التركيز على أنه قضية هذه الاحتجاجات يعني لم أنتظرها حتى أتكلم في الموضوع، لأنه هذا الموضوع هو قضية ظرفية ودوك نتعمقوا فيه قليلا، لأن القضية هذه عندها أهمية كبرى وستفهمون. النظام الجزائري الآن سيكون مشروعه هو إفساد كأس إفريقيا 2025 في المغرب. هذا سيكون المشروع الأساسي من الآن. أصلا القضية بدأت ونتكلم لكم على أمور يتم التحضير لها، وسيتم إرسال أشخاص يعني في وسط المناصرين راح تحاول يكونوا استفزازات. أنا في قضية كأس وما بدأت به هو القول بأن هناك أمور يتم التحضير لها. القضية ليست في مرة أخرى الأمور الداخلية ديك تخص المغاربة بين بعضهم البعض، هذيك إشكالياتهم، قطاع الصحة ما قطاع الصحة، أنا هذه الأمور لا أتدخل فيها، تخص المغاربة وتخص الشأن المغربي. لكن أنا ما يهمني هو، قلت لكم أنه الظاهر تاع القضية، نتكلم عن الاحتجاجات في حد ذاتها كان بطبيعة الحال ظاهرها قطاع الصحة ما قطاع الصحة، ولكن باطنها بطبيعة الحال كانت هناك استغلال من طرف النظام الجزائري. أصلا خرجت قضايا مرتبطة بالقنوات على سواء تيليجرام أو ديسكورد، أنه خصوصا تيليجرام بطبيعة الحال أنه مثلا كان حتى وصلت الأمور إلى أنه اتضح بأنه أحد القنوات صار يتحكم فيها عناصر مخابراتية من الجزائر مباشرة. صارت الصفحات التابعة للنظام الجزائري في تويتر وغيرها في اكس يعني تدعو إلى بشكل مباشر إلى الخروج إلى مظاهرات، والأمور انحرفت. أنا قبل ما يحدث هذه قضية الضرك والاعتداءات كنت قلت بأن هذه المظاهرات أصلا لن تتجه إلى خير، لأنه أصلا مظاهرات بطبيعة الحال فيها ناس سنهم بين 18 19 سنة 20 سنة، هذه ديكتاتورية الشباب. قال لك لأنهم شباب ولأنهم في الجامعة معناتها راح يخرجوا إبداعات. لا، الإشكالية ليست في مرة أخرى في مطالبهم اللي هي تخص، لكن في قضية أنك تأخذ رسالة جاهزة، ميساج كان بخي، أعطاوك طبخة، قالوا لك منذ الآن أكثر من سنة وهو يقول أن المغرب سينظم كأس إفريقيا والناس راهي تموت